فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون، والنهاردة معدنا مع ريفيو جديد من ريفيوهات المنتجات الجديدة اللي نزلت مؤخرا معانا في ايفون. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نعرف سوا رأيي ايه في المنتج الجديد بتاعنا النهاردة. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنتكلم عن الماسكارا الجديدة اللي اسمها ايفون ديليت فول فولز لاش. الماسكارا دي انا اعتقدت ان هي هتكون شبه الماسكارا بتاعت ايفوريك اللي كانت بتصدر معانا قبل كده، ولكن الماسكارا مختلفة اختلاف جوهري وجذري عن ايفوريك. انا طبعا الماسكارا بتاعت ايفوريك انا كنت عامله لكم عنها ريفيو مفصل، وان شاء الله هسيبه لكم في نهاية الفيديو. بس النهارده هنتكلم عن الماسكارا دي الاول بالتفصيل، وبعد كده هقارنها لكم بالماسكارا بتاعت ايفوريك. الماسكارا دي الباكجينج بتاعها تحفه، وزي ما انتم شايفين كده لون العلبه بيجي موف، وحجمها بيكون 10 مللي. حتى شكل الباكجينج بتاع الماسكارا بصراحه في منتهى الروعه. الفرشه نوعا ما كبيره، يعني انا ما بحبس الفرش الكبيره، ولكن هما المفروض ان الفرش الكبيره دي هي فرش بتكثف الرموش، والمفروض دور الماسكارا بتاعتنا ان هي تكثف الرموش وكمان تديها طول زي ما هما كاتبين عنها في الكتالوج. وهم كاتبين عنها ان هي ماسكارا بتغطية خفيفة لرموش بمظهر ذو حجم كالرموش الصناعية، وكاتبين ان هي تركيبة ناعمة وكريمية تعطي الرموش مظهر ذو حجم وطول. وطبعا نازل منها اصدارين، اللافا براون وكمان البلاكست بلاك. انا بصراحة عشان جبت الماسكارا في بداية الشهر ما كانتش لسه البراون اتوفرت، وجبت البلاكست بلاك مع اني كنت اجرب البراون جدا، بس ان شاء الله الشهر الجاي هيكون نازل الووتر بروف بتاعتها وهجرب منها البراون. الماسكارا في المجمل بتاعها الفرشة بتاعتها ما عجبتنيش لانها كبيرة، اما الفورمولا دي بقى كانت كارثة بالنسبة لي، ومعرفش بصراحة هل هي مشكلة في الماسكارا اللي معايا ولا ده في الاصدارات كلها. الماسكارا اول ما حطيتها ونشفت بدأت تتفتفت، والفتافيت دي طبعا بهدلت حوالين عيني وبدأت تخش جوه عيني، فما حبيتش خالص. ده بالنسبة للفورمولا الداخلية. اما بالنسبة للإفكت او التأثير فانا لا ادتني تكثيف ولا ادتني طول مقارنة بماسكارة الايفوريك. الايفوريك كانت مبهرة، يعني حتى لو كنت بحط منها طبقة او 2 و3 كانت بتديني افكت ممتاز من اول كوت او من اول طبقة، لكن دي بصراحة حرفيا اذت لي عيني وما ادتنيش افكت حلو، لا فرقت الرموش ولا كثفتها ولا طولتها. بالاضافه كمان للمشكله الموجوده في الفورمولا بتاعتها، انا اول ما حطيتها جيت اطبق طبقه تانية لقيت الماسكارا بتتفتفت بعد ما نشفت وبتنزل نقط سودا، والنقط دي بقت فوق عينيا وتحت عينيا، اللي هو يعني انا اتضايقت. يعني اما هي عملت كده وهي لسه محطوطه، امال بقى لما اخرج بيها ولا اقعد بيها وقت طويل؟ فانا بصراحه ما حبيتهاش خالص خالص. وهحاول ان انا الشهر الجاي اجيب الاصدار اللي هو الووتر بروف، يمكن تكون الفورمولا بتاعته مختلفه. طبعا منزلين اهو الاصدار كاتبين عليه ان هو مقاوم للماء، هو هيكون نفس الشكل ونفس الفرشه، ولكن انا هجرب الفورمولا يعني برضو هكلمكم عنها. هجرب هل الووتر بروف طبعا هتبقى متماسكه اكيد. يعني انا اتكلمت قبل كده عن الماسكارا الووتر بروف بتاعه الالترا فوليوم، كانت ممتازه والفرشه بتاعتها كانت رائعه، كانت بتدي افكت هايل للرموش. فانا بصراحه انصدمت من الماسكارا دي، وبرضو عشان اديها فرصة تانية هجرب الشهر الجاي الووتر بروف وهجرب الدرجة بتاعة البراون عشان اوريها لكم. اما بقى لو احنا حابين ان احنا نقارن الماسكارا بتاعتنا بالماسكارا بتاعة ايفوريك اللي هي نوعا ما كانت شكلها بالظبط، يعني هي شكل الباكجينج ولكن طبعا اختلاف اللون، هنقارن ما بين شكل الفرشة. هفتح لكم الفرشة بتاعة دي اهي، وهنقارنها بالفرشة بتاعة الايفوريك. زي ما انتوا شايفين فرق الفرش، انا هحطهم لكم جنب بعض كده اهو، وهحطهم لكم برضو جنب بعض كده اهو.
الفرشة بتاعت الايفوريك نوعا ما شوية اصغر. انا عايزة اوريكم الفرق اهو. الفرشة بتاعت ايفوريك اصغر سنة، اما السواد فهو واحد. يعني انا بالنسبة لي السواد ما واجهتش فيه مشكلة، لكن الفرشة اصغر بتاعت الايفوريك سنة صغيرة، والفورمولا بتدي تأثير ممتاز حرفيا. الايفوريك بصراحة انا معرفش هما ليه بطلوا ينزلوها، او احيانا بتنزل معانا في العروض. فلو الماسكارا بتاعه الديليكيت فول دي هي اصدار محدث من ايفوريك، لا انا افضل ان هم يرجعوا لنا ايفوريك تاني. ايفوريك ادتني كثافه وادتني طول زي ما هم كاتبين عليها. هم كاتبين عليها ان هي فوليوم اند لينس ماسكارا، انا دي لا ادتني كثافه ولا ادتني طول، بالاضافه طبعا للفورمولا او الماده بتاعه الماسكارا نفسها. اما الديليكيت فول فلا ادتني لا كثافة ولا طول ولا تفرقة للرموش، ولا حتى الفورمولا بتاعتها عجبتني بصراحة. فأنا عايزة رأيكم في التعليقات تحت. اللي جاب الماسكارا الجديدة دي يقولي هل الإفكت بتاعها كان ايه على الرموش، يعني هل واجه نفس المشكلة، هل العيب في الماسكارا اللي معايا بس، ولا كل الماسكارات اللي نازلة فيها المشكلة دي. وطبعا اللي حابب يجربها هي نازلة معانا بالدرجتين البراون والبلاك، للي ما واجهش المشكلة دي او ان هو جربها ولقى الافكت بتاعها مظبوط، وانا بتاعتي هي اللي فيها المشكلة. وكمان نازل معانا الووتر بروف منها الشهر الجاي باذن الله. وطبعا احنا ما بنجيبش الماسكارا بالسعر ده، اللي عاملين عضوية في ايفون بيقدروا يستفيدوا بخصومات هايلة على الاسعار اللي موجودة في البروشور، وبيستفيدوا كمان من عروض مجلة الاعضاء والعروض الداخلية بتاعة الاعضاء، واقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية. كل المميزات دي هتقدري تحصلي عليها لو عملتي العضوية معانا في ايفون. وعشان تعملي العضوية كلميني على الرقم اللي موجود اعلى الشاشة ده عشان نعمل العضوية سوا. ولو محتاجة اي حاجة من الكتالوج بتاع الحملة الحالية، سواء الماسكارا دي او اي منتج من المنتجات التانية، تقدري برضو تكلميني على الواتساب على الرقم الموجود اعلى الشاشة، او تخشي على الجروب بتاعي واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين. تقدري تخشي تطلبي اللي انت عايزاه من على الجروب، بيكون فيه عروض حلوة جدا، منتجات متاحة فوري على التسليم باسعار ممتازة. ده كان الريفيو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكل اللي جرب الماسكارا دي يقول لي رأيه في التعليقات، لان التعليقات بتفيدني وبتفيد كمان البنات. اشوفكم في ريفيوهات حلوة كتير وفيديوهات احلى على خير. باي باي.